السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل العجينة الجميلة دي، بس لما هنعملها من الالف الى الياء، من اول خالص، من اول ما كانت زيت وبطاطس لغاية لما عملناها العجينة دي. إيه كده اهوت، بس بوريها لكم، بوريكم الرغوة بتاعتها لما عملتها. هتشوفي الرغوة بتاعتها دول، شوفي حبة صغيرين عملناهم، بس الرغوة بقت قد ايه، حاجة تحفة خالص. عجينة تنفع الغسيل المواعين، طبعا هتحطي عليها حاجات بتاعة غسيل المواعين، تنفع تتعمل لبرسيل جل، هتحطي عليها مكونات تانية بتاعة البرسيل جل، وتنفع لغسيل البطاطين، غسيل السجاد تحفة، في الغسيل الملابس بيضة ما اقولكيش، تخليلك الابيض ناصع البياض، تنظف من كل حاجة، من الشحم، من الزيت، من كل حاجة، تخليلك الغسيل منور. بصي العجينة عاملة ازاي. هنبدأ نعملها دلوقتي، بس قبل كده لو مش مشتركة اشتركي في القناة، شرفني اشتراكك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسنيش في اللايك. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الفيديو بتاعنا ان شاء الله. اول حاجه هنعمل البوتاص او الدبوشار او حجر تسليك المجاري في بعض الدول العربيه كده. احنا هنعمل لتر من الزيت، هنعمل صابون صلب بلتر من الزيت. عشان نعمل لتر من الزيت عايزين اللهم صل على النبي، عايزين 8 كيلو من البوتاص او الدبوشار او حجر تسليك المجاري. احنا مش هنعملها باي حاجه تانية خالص، هو بس البوتاص والزيت، زيت مستعمل. انا بشيل كل انواع الزيوت، زيت سمك، زيت فلفل، زيت اي نوع زيت انا بستخدمه، ما برميش اي نوع زيت، عشان خاطر البوتاص بيشيل اي ريحه فيه، بس اهم حاجه يكون البوتاص بارد كده. احنا حاطين هنا لتر من الزيت المستعمل، طبعا بعد ما تصفيه كويس، والبوتاص بتاعنا برد خالص، البوتاص بتاعنا برد خالص. عشان تعملي يعني تشوفي البوتاص بتاعك شغال ولا مش شغال، لازم يكون سخن خالص. اول ما تحطي فيه عليه الميه كان يبقى سخن مولع كده، تقدري تحطي ايدك عليه، هو ده البوتاص الحلو. تسيبيه لما يبرد، واهم حاجه تسيبيه يبرد خالص كده. احنا حطيناه على الزيت وهتقلبي لغايه لما يتصبن معانا الزيت. هنا بجيب انا القوالب اللي هحط فيها الصابون بتاعي، هتقلبي كويس جدا، تقلبي شويه، لو تعبتي سيبيه وروحي اعملي حاجه تانية وكده. لو عندك ممكن تحطيه في الخلاط هينفع، ممكن تحطيه في الهاند بلندر لو عندك ينفع، ما يقولش لا. ما عندكيش معلش اتعبي شويه واقعدي قلبي فيه كده بالهاند بلندر. هنفضل نشتغل فيه لغايه لما يصبح. وقرب يخلص. هو كده تقريبا يعني خلاص. اهم حاجه التقليب عشان ما يزيدش بعد كده، عشان الصابونه تطلع حلوه مش مزيده. كده خلصنا. كده بقى هنحطوه في القوالب اللي عندك، حطي في اي قالب عندك. انا فتحت علبه زيت، قصيت الحته الفوقانيه وخليتها، وفي عندي طبق من الاطباق دي، في اي
حاجه، ممكن اي صينيه تحطي فيها، على تحطي مثلا لو صينيه ألمونيا او حاجه هتحطي ورق زبده من تحت، او اي مشمعه، اي كيس افتحيه وحطيه في الصينيه من تحت، وبعدين افرشي فيه الصابون بتاعك. انا حطيت حبه في الاطباق دي والباقي هحطهم. دي كانت علبه زيت انا فاتحاها. اي حاجه في علب زبادي ماشي، في اي حاجه عندك ماشي. انا بقى لما عملتهم كان المفروض اشيلها او اقطعهم بعد، يعني مثلا اول ما يتصلب بعد يوم او يومين بالكتير، بس انا لظروف ما كان سبتهم 15 يوم في القوالب بتاعتهم دي، ما شلتهاش، عشان كده ما عرفتش اقطعها ويبقى شكل مستقيم يعني، او شكل حلو. هوريكم دلوقتي لما نشفت قطعتها ازاي. كده هنحطها في القوالب وهسيبها لغايه، المفروض لغايه لما تتصب، يعني ممكن ما تاخدش وقت خالص، يعني ممكن بعد 4-5 ساعات او يوم او يومين بالكتير. ده هنا سبتها لغايه 15 يوم لظرف ما كان عندي، ما شلتهاش على طول. كده نشفت خالص. بصي الصابونه طلعت ازاي، قالب الصابون طلع حلو، بس هي ما جرالهاش اي حاجه، يعني هي بس نشفت بس، وفي التقطيع مش هتتقطع حلو. جيت اقطعها بقى، بصوا بتتكسر ازاي، لانها ناشفه جامد. فكده كده مش مشكله، انا قلت كده كده انا هبشرها كده كلها وهعمل منها العجينه. بس طبعا لما جيت ابشر ما بشرتهاش كلها، بشرت جزء بسيط منها والباقي شلته لوقت تاني. بس حتى القالب اللي كنت عاملاه بص بيتفتت ازاي. كده هنجيب المبشره وهحاول ابشر حبه عشان اخد المحتاجاه، يعني اللي انا عايزاه. انا تقريبا بشرت صابونتين كبار او حتتين كبار من الحتت اللي اتكسرت دي، وعملوا لي الحبه اللي انا كده، عملوا لي حبه حلوين، حبه محترمين يعني. اهو كده انا بوريكي. لسه هبشر كمان حبه. كده خلاص خلصت او الكميه اللي انا عايزاها دلوقتي يعني، والباقي اتشال لوقت تاني. انا عملت دول هنحطهم في حله عشان احطهم على النار. ممكن تحطي عليهم ميه مغليه وتقلبي فيهم لغايه لما يدوبوا، بس انا اسرع يعني حطيتهم وحطيت لهم ميه وحطيتهم على النار، عشان على نار هاديه عشان خاطر يفكوا براحتهم على النار بشكل اسرع يعني وشكل احسن. انا كده حطيت هنا كوبايه الميه، هحط تاني وهي على البوتاجاز هحط لها تاني لانها احتاجت ميه تاني. كده بعد ما نزلت من على البوتاجاز ما خدتش حاجه، يا دوبك قبل ما تغلي كمان كانت عملت كان ساح الصابون خالص، لانه مبشور ولانه كان ناشف فكان مبشور رفيع قوي. بصوا هنا لما برد سبته لغايه لما برد، وطبعا زودته ميه حبه حبه لغايه لما بقى بالكميه دي. بصوا كده، بصوا الشفافيه بتاعته عامله ازاي. ممكن تسيبيه على كده، انا شخصيا هسيبه على كده مش هلونه، وممكن تلونيه، يعني لو عايزه تلونيه لونيه. هتجيبي الوان صابون عاديه او الوان مايكا وتلونيه حبه كده مع حبه ميه وتلونيه وتقلبيه وهيبقى ملون. انا شخصيا هسيبه كده اهوت. بس دلوقتي انا هختبر معاكم الرغوه بتاعته.
بصي حبة مية هناخد منه فيهم حتة صغيرة من الصابون ده او العجينة دي. بس الشفافية بتاعتها عاملة ازاي، بس بقى عجبني الشفافية بتاعتها. يعني ده من كيلو زيت مستعمل. بصي هتعملي حاجة تكفيكي فترة طويلة جدا، تنظيف البيت لكل حاجة في البيت، يعني حاجة ببلاش، يعني ببلاش، عملتي فعلا ببلاش. هو كل اللي تكلفتيه 8 كيلو من البوتاص. بصي الرغوة عاملة ازاي في الغسيل الابيض دي، مقولكيش، مش هقولك هي بتعمل ايه في الغسيل الابيض، تحفة. ولا السجاد تحطي عليها حته كده اهوت على الفرشه ولا كده وانتي بتنضفي السجاد، هتخليهولك قشطه كانه لسه جديد. الغسيل الملون بقى، كل حاجه في كل حاجه. طبعا انت لو عملتيه صابون سائل هتحطي عليه بعد كده اهوت حبه ملح ليمون صغيرين عشان تقطع الجلمطه اللي هتبقى فيه. كمان هتحطي حبه كربونات وحبه سكر عشان تعمل تبقى بديل الجليسرين يعني. وهتحطي حبه من الصابون اللي هتشتريه من عند الراجل. لو عايزاه برسيل جل هتحطي عليه نفس الحاجات دي، وهتحطي عليه برسيل جل اللي هتجيبيه برده من عند الراجل، وهتحطي زهره بيضه وكربوناته. هتحطي كمان كلوركس الوان او كلور ابيض اللي يعجبك. كده يبقى خلصنا الموضوع. شكرا، يا رب يعجبك ونور رضاكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.